بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا أسود مقطع لشرايح متوسطة كده، شايفين بقشره طبعا ما طلعنا منه القشر. أسود مقطع أو باذنجان شرايح. عندنا دكوة أو زبدة الفول السوداني، معجون الطماطم، ثوم وفلفل مع بعض مضقوقين، شوية كزبرة مسحونة وشوية ملح، عصير الليمون وعصير الطماطم. السلام عليكم، ازيكم يا ناس؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم ان شاء الله هعمل معاكم سلطة الاسود بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت وعلى قدر الحال وطعم لذيذ ونكهة ولا اروع بدون اي اضافات كثيرة. حاجة سهلة وسريعة. بسم الله نبدأ الخطوات. اول حاجة بنجيب الطاوة فيها زيت غزير، يعني على نار عالية الى متوسطة، يعني متوسطة الى عالية. النار ما تكون واطية طبعا عشان نقلي فيها الباذنجان اول خطوة. شايفين بنخفق الباذنجان ونحركه شوية، النار تكون عالية شوية، يعني ما عالية شديد. نخليه لحد ما يتقلي معانا شوية ويتحمر معانا شوية. الإضافات الكثيرة يا جماعة مرات بتغير الطعم زي ما قلت لكم. الإضافات الكثيرة في الأكلة بتغير لنا طعمها نهائي، عشان كده نحن نعمل إضافات بسيطة عشان نحس بطعم الحاجة اللي عاملينها. شايفين كده بدأ يتحمر معانا. النار ما تكون واطية قلنا عشان ما الأسود ما يشرب الزيت بس. والأسود ما نخليه في النار كتير يا جماعة عشان ما يعني يتحمر زيادة ويبقى طعمه مر. أول ما نحس إنه اتحمر خلاص ولونه اتغير كده وبقى ذهبي، يعني نطلعه طوالي. شايفين أول ما نطلع يا جماعة نهرسه بأي حاجة، يعني ممكن بكوباية شاي، بكوباية عصير. المهم بتحطيه كده في حاجة غويطة لتحت وبتحاولي تهرسيه تمام. شايفين طلعنا حطيناه أول وبحاول أهرس فيه شوية شوية بأي حاجة، بالمقصوصة دي، بكوباية عصير، بكوباية شاي، أي حاجة بس المهم يتهرس معانا. شايفين شوية شوية بيتهرس. نحاول نهرسه تمام والباقي في النار قاعد يتحمر. طبعا مكوناتنا لسه موجودة، ما ضفنا ولا حاجة. شايفين بعد ما نهرسه تمام نتأكد انه خلاص اتهرس، بنكون خلصنا باقي الكمية ونهرسها كلها مع بعض. شايفين طبعا الأسود بيطلع زيت. شايفين؟ طيب بنجي في الطاوة نفسها بننقص منها الزيت، بنخلي زي معلقة بس وبننزل عليها الصلصة. شايفين نزلنا الصلصة ونقلب في الصلصة شوية، نقلب فيها شوية. ما تخلوا الصلصة بدون تقليب لأنها بتحرق على طول، لازم نقلب فيها طوالي. خليها شوية كده وننزل عليها مع عصير الطماطم. ننزل عليها عصير الطماطم ولا الطماطم المخلوط، يعني هو الطماطم المعمول بالبشارة كده تجيها الناعمة. المهم ننزل عليها عصير الطماطم، شوية الملح وشوية الكزبرة المسحونة، نحركهم كلهم مع بعض. النار طبعا يا جماعة نخليها شوية هادئة. ماشي، نقلبهم كلهم مع بعض. بعد ما نحس انهم خلاص يتقلبوا كويس بنخلي النار هادية. شايفين بعد كده بنزود عليهم كاسة موية، كاسة صغيرة بس موية. عشان شنو؟ عشان انضج بها الطماطم او عصير الطماطم، لازم يستوي طبعا. فكبينا عليه كاسة صغيرة موية.
صلصة في الزيت، نزلنا عليها معجون الطماطم، شوية ملح وشوية كزبرة ونخليه يغلي. شايفين كده الموية بتطلع، الموية اللي في الطماطم عشان يستوي. نخليهم على نار هادئة عشان الطماطم يستوي على راحته. طبعا اللون هنا في الهناية أحمر ولون حلو شديد ولون الصلصة واضح. المهم نخليهم يتسبكوا مع بعض. نرجع عليهم بعد شوية. أيوة كده شايفين إن شاء الله كده الضوء يكون واضح معاكم. المهم كده قرب خالص، قرب إنه يستوي، أخذ مدته في النار. الطماطم بدأ يطلع وشه كده، معناها خلاص دار يستوي. شايفين حتى المويه بقت بسيطة شديد. في المرحلة بننزل عليه طوال الأسود المهروس اللي هرسناه بزيت وبأي حاجة، عشان محتاجين الزيت يعمل لنا وش. طبعا في الصلصة وعصير الطماطم كان الزيت بسيط شديد، عشان كده هسه هننزل الأسود بزيته. نحاول نقلبهم كلهم مع بعض. بعد ما ننزل الأسود كله نقلبهم مع بعض تمام، شوية شوية طبعا. والله يا جماعة لذيذة، جربوها، مكونات سهلة وموجودة بدون أي إضافات كثيرة، والنتيجة هتعجبكم. جربوها إن شاء الله هتعجبكم. المهم شوية شوية نقلب الحاجات دي كلها مع بعض عشان ندخل الأسود في الصلصة اللي احنا عاملينها. شايفين؟ نحاول ندخلهم مع بعض ونقلبهم مع بعض بقدر الإمكان على نار هادئة، عشان كده يعني يدخلوا في بعض، يكون الطعم كله حاجة واحدة، مش كل واحد نكهته براو. وبعد كده بعد ما نتأكد ان تمام دخلهم في بعض تمام كده، شكلها بيجي زي ملح الأسود. مش ان شاء الله يوم هجرب معاكم ملح الأسود. طيب بعد كده نخليهم على نار هادية. يلا شفتوا كده، خليناهم على نار ايهما اصح، هادية ولا هادئة؟ طيب بعد كده بننزل عليهم الدكوة طوالي. شايفين اللون كده، النور شوية ساعدني شايفين؟ ننزل عليهم الدكوة ونحاول كمان نمزج معاهم الدكوة تمام، نلخبطها معاهم كويس شوية شوية. طبعا الكلام ده كله على نار هادئة. شايفين؟ لحد ما نتأكد ان الدكوة دي خلاص اتلخبطت مع الحاجات دي. شايفين كده؟ خلاص لخبطنا الدكوة تمام يا جماعة. والله حاجة لذيذة لذيذة، بس انا الجوال ما مساعدني في التصوير واليد واحدة. شايفين؟ والله اللون احمر ولذيذ كده. طبعا خلاص دخلنا الحاجات كلها في بعض واوشكنا يعني على النهاية. خلاص قربنا نخلص. السلام، ما قادرة اقول لكم الطعم لذيذ كيف. بنخليهم كده شوية، دقيقتين الى 3 دقايق على نار هادية ونجي نشوفهم كيف. شايفين؟ يا سلام يا سلام. شايفين الوش طلع كيف؟ الوش طلع بالزيت اللي في الباذنجان او الاسفل يعني. حاجة لذيذة يا جماعة ما بتتخيلوها. شفتوا السلطة حقت بيت العرس زمان نحنا نقول السلطة حقت بيت العرس، كنا بنقول السلطة حقت بيت العرس حلوة وكده. مهم دي زيها حاجة كده جميلة شديد يا جماعة. في المرحلة دي بننزل عليها الثوم مدقوق بفلفل، ثوم وفلفل مدقوقين مع بعض. شايفين؟ ويلا بنلخبطهم كلهم مع بعض، نلخبطهم مع بعض تمام شوية شوية طبعا لحد ما تطلع معانا ريحة الثوم كده. بنحاول ندخلهم كلهم مع بعض. اول ما تطلع معانا ريحة الثوم طوال بنعمل شنو؟ بننزل اخر حاجة. يا سلام، شايفين كيف الوش؟
طوالي آخر حاجة بننزلها شنو اللي هي الباقي عصير الليمون أو عصرة الليمون. شايفين كده؟ يا سلام والله اللون أحمر ولذيذ يعني طعم والريحة ما قادرة أقول لكم عنها. شفتوا دي النهاية. إن شاء الله يا رب تعجبكم، جربوها بالعافية.